وده يقول له لأ أنت ظلمتني، يقول له طب خلاص خُد شوية زكاة، وده يقول له أنت أكلت مالي، يقول له خلاص خُد شوية صدقات، وده يقول له وده يقول له، فده ياخد وده ياخد وده ياخد، يبُص قدّامه ما يلاقيش حاجة، ما يلاقيش معاه حسنات خالص، سبحان الله، موقف صعب جدًا، يعمل إيه؟ الديانة لسه واقفين، وهو فرحان إن هو لسه معدّي من على الصراط ولسه معدّي من فوق النار وخلاص هادخل الجنة، يتفاجئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه وطُرح في النار، يرجع النار تاني، يرجع النار تاني اللي هو لسه فرحان إن هو عدّى من فوقيها، عشان خاطر هو لسه ما سدّش الدين اللي عليه، حسناته كلّها خلصت والناس واقفة، خلاص ما تزعلش، ما تزعلش معاكش حسنات، إحنا معانا سيئات، خُد السيئات دي، فياخد من ده وياخد من ده، يلاقي إن في الآخر سيئاته أكتر من حسناته، يخش بيها النار، هو ده المفلس، متطمن أوي إن هو معاه حسنات، بس في الآخر في واحد هييجي ياخدها كلّها، متطمن أوي وفاكر نفسه عمل أعمال صالحة كتير، بس بيجمّع الأعمال الصالحة دي في شنطة مقطوعة، بيتعب بس مش لنفسه، لغيره، هو ده المفلس. بالله عليكم كل واحد فينا لازم من دلوقتي يدوّر على الديانة بتوعه، دَوّر عليهم، شوف مين عايز منّك حسنات، شوف مين عايز منّك حقوق، روح استسمحه قُل له سامحني، خلّيه يسامحك دلوقتي، اتحرج دلوقتي في الدنيا أحسن ما تتحرج في الآخرة، إحراج الآخرة ممكن يدخّلك نار، استسمحه دلوقتي وقُل له سامحني والله، والله ما كانش قصدي، وتعدّي، خلاص دَوّر عليهم، رجّع لهم حقوقهم قبل ما ياخدوها هناك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قبل ما ياخدوها منّك حسنات ياخدوها منّك دلوقتي في الدنيا، بالله عليك اشتغل وصلّح ورجّع للناس حقوقها، بدل ما تيجي يوم القيامة وتكتشف إن أنت معاك حسنات كتير بس كلّها مش ليك، في الآخر تلاقي نفسك مفلس.